احنا داخلين على فترة امتحانات ولازم نحقق النجاح. التعليم أهم حاجة في الحياة، أهم من أي حاجة تانية. اتعلم صح علشان في الآخر تكون في المكان الصح، المكان اللي يليق بيك. فترة الامتحانات هي فترة التوتر للطالب وللأهل كمان. فالطالب بالرغم انه بيذاكر طول اليوم لكن حاسس انه مفيش فايدة، مش قادر يركز. علشان كده هقولك على نصايح لو مشيت بيها انتاجك في المذاكرة هيزيد. اشتغل بطريقة فايمن تكنيك. يعني ايه؟ يعني هتقرأ بصوت عالي وهتتخيل ان قدامك شخص هتشرح له اللي انت بتقوله، وشوف هتقدر توصل المعلومة ولا لا. لو المعلومة بتقولها بسهولة وحماس يعني انت كده تمام. ما ينفعش تذاكر لوقت طويل، فكرة انك تطبق دي مرفوضة، علشان عقلك هيتعب ومخك مش هيعرف يركز. فانت هنا لازم تقسم وقت المذاكرة، والطريقة دي اسمها بومودورو. يعني هتذاكر 30 دقيقة وهترتاح 10 دقايق. الراحة هنا مش انك تمسك التليفون او تشغل نفسك بأي حاجة، انت كده هتسرح وده غلط. انت ممكن تخرج البلكونة تشم شوية هوا، تغمض عينك لمدة 5 دقايق بس، فكده انت فصلت وريحت عقلك. وطبعا لازم تعرف ان ترتيب الدماغ من ترتيب المكان اللي انت بتذاكر فيه. فخلي بالك اوعى ترجع تذاكر على السرير اللي انت بتنام عليه، علشان طبيعي من غير ما تحس هتلاقي نفسك بتتاوب، وبعد كده هتفرد ظهرك وهتمدد رجليك وفي الاخر هتنام والوقت هيعدي. فخلي آخر وقت للمذاكرة هو 1 أو 2 بالليل، وبعد كده ادخل نام. هقول كده رسالة سريعة لكل طالب في الامتحانات: جهز أدواتك ولبسك من بالليل، روح لجنتك قبل الميعاد بنص ساعة. هتروح تصبح على أصحابك وتبعد عنهم خالص، علشان أنا عارفة إنهم ممكن يقولوا حاجات هيخلوك تحس بالتوتر، فلازم تحافظ على هدوءك. وأول ما تدخل اللجنة اطلب من ربنا ما يضيعش تعبك. ابتدي اقرأ الأسئلة وحل الأسئلة السهلة الأول، وخلي بالك قلمك الرصاص لازم يكون معاك علشان تعلم على كل سؤال حليته. واوعى تغير إجابتك من غير سبب واضح، اقرأ السؤال كويس، وده علشان عقلك هيدخلك في حالة تفكير زيادة، فيبقى جواك توتر في انك تختار الإجابة الأولى ولا التانية، وبإيدك ممكن تختار الإجابة الغلط بعد ما كنت مختار الإجابة الصح. أكيد الموضوع ده حصل معانا كلنا، فخدها قاعدة: احتمالية إن أول إجابة جت في بالك هي الإجابة الصح. اوعى تسيب القلم من إيدك، فكر بالورقة والقلم، اكتب القوانين والخطوات في الورقة على جنب، طبعا بالقلم الرصاص. صدقني مجرد ما هتكتب هتلاقي المعلومات جت لوحدها. لكن لو سبت القلم هتسرح وهتفكر: يا ترى السؤال ده عليه كام، الامتحان كله من كام، يا ترى هعدي ولا لا، وفجأة وقت الامتحان هيخلص. ولازم تكتب بخط واضح وبخط حلو، وده علشان في مصححين ما يعرفوش حاجات عن المعلومة المطلوبة فيعلموا خلاص مجرد ما يشوفوا نموذج الإجابة، وتبقى انت ضيعت درجاتك بإيدك. أهم حاجة النظام في الإجابة والخط الحلو. حبيبي أرجوك ما تحاولش تغش بأي طريقة، علشان محاولات الغش هتخليك تحس بالتردد، هتبص شمال ويمين، هتتوتر وهتقلق وهتخاف. الخلاصة: شوف نفسك انت عايز تنجح وخلاص، ولا عايز تحقق حاجة من النجاح. أنا ذاكرت واجتهدت وطلعت من الأوائل، وأخدت شهادة تقدير من رئيس الجمهورية، واشتغلت كمان وفخورة بنفسي. انت بقى اعمل اللي عليك، ولازم تعرف ده نتيجة تعبك في السنة كلها. فذاكر كويس من الأول علشان تحمي نفسك من توتر وقلق الامتحانات، وتبقى إنسان ليه لازمة في الحياة.